المنتخب الوطني والسيد رومان غانم سايس عميد المنتخب الوطني. اول سؤال غنطرحه للسيد المدرب حول المباراه ديال غدا وكيفاش كيشوفها. السلام عليكم. اول حاجه بغيت نقول شكرا للجميع باش نلعبوا في اكادير. شحال ما لعبناش في اكادير، نشوفوا الجمهور ديالنا في اكادير، الناس ديال السوس. ان شاء الله غدا الستاد يكون عامر باش يشجعونا. واحد الماتش اللي بغينا نربحو باش نسالو بروميي دو جروب وباش نرجعو في المستوى ديالنا على هذا العام اللي جاي ونبريباريو مزيان كاس افريقيا اللي جايه ان شاء الله. كيفاش كنشوف الماتش؟ الماتش بحال ديما في الدار خصنا نربحو. غنتاحو في واحد الفرقه اللي تاهي غتبغي تلعب مع لو ديرني دومي فيناليست ديال لا كوب دو موند، دونك يفون بيان ديفوندر. غيحطوا الجهد ديالهم باش يديفونديو مزيان وباش يعذبونا. حنا خصنا نجبروا لي سوليوشن بحال اللي بزاف الناس كيقولوا. اون ا دي بروبليم كونتر دي زيكيب كي ديفوند. خدمنا مزيان هاد السيمانه باش نشوفوا لي كلي اللي خصنا باش نربحوا سو تيب دو ماتش. نفس السؤال العميد المنتخب الوطني سايس، كيفاش كتشوف المباراه ديال غدا؟ Ça marche? Ouais. Salam alaikum tout le monde. Non, comme l'a dit le coach, on s'attend à un match compliqué. Comme tous les matchs en Afrique, d'autant plus maintenant que voilà, on se sait attendu et qu'on va se retrouver face à une équipe qui va vouloir bien faire contre nous, qui a plus rien à jouer. Donc nous, ça reste un match très important en vue de la préparation pour la CAN qui va arriver très vite. Donc, comme l'a dit le coach, on va sûrement se retrouver face à une équipe qui va être en bloc et qui va essayer de nous fermer les espaces. Donc, c'est à nous de trouver les clés pour déséquilibrer ce genre d'équipe et que ça nous serve après pour les prochains matchs quand on se retrouvera face à ce genre d'équipe. Donc c'est un match qui va être très très important pour la suite de notre préparation. نذكروا الزملاء بغلق الهواتف ديالهم. الله يجازيكم بخير. الان جا دور الزملاء لطرح الاسئله ديالهم. بطبيعه الحال اسم والمنبر اللي يشتغلون به. تفضل استاذ. السلام عليكم. عبد الإله حيدر، القناة الرياضية. السؤال لسي وليد، وانت يعني كتوجد المقابله ديال ليبيريا كان الميركاتو الصيفي، وبالتالي واش شويه يعني اثر على التحضيرات ديالك؟ لان طبيعه الحال انت كتكون يعني مشغول على الجاهزيه النفسيه ديال اللاعبين. وهنا غادي نسولك وليد، واش يعني انت مطمئن حاليا على اللاعبين؟ لان بعض الصفقات ما تحسموا مثلا حتى الاخير ديال الميركاتو. والميركاتو احنا كنا عارفين دو توت فاسون الميركاتو كيكون تا الاخر ديال شهر دو اوت، ومازال كان عندنا الميركاتو ديال السعوديه. شفنا البارح ولا البارح صابيري مشى مسلف في السعوديه. كيأثرش عليا علاش عندنا لي كونتاكت مع اللعابه. كنا عارفين كاين دي كا سبيسيفيك فحال الامرابات اللي تحل حتى الدقيقه الاخريه. من الحق اون جينيرال اللاعبين ديالنا حلوا اما المشاكل ديالهم اما جبروا دي كلوب باش هاد العام اللي ماشي سهله ليهم على كوب دافريك يجبروا دي كلوب. باسكو كتعرفوا واخا مره الجمهور يقدر يتقلق، مي بور لي افريكان سي توجور اون اني كومبليكي ملي كاين لا كوب دافريك في شهر واحد بور لي كلوب اوروبيان. دونك فوالا. مي عندي واحد جروب من الكاس العالم، عندي بزاف الثقه مع شي وحدين، عندنا اون بون ريلاسيون باش هما جبروا دي سوليوشن. غنام جا اليوم، vous pouvez lui poser des questions justement. هاد السيمانه